في قناتي من جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا القناة ونشكركم على ثقتكم فيا. اللي يشوف اول مرة القناة، انا قناة ثريا لايف ستايل، نقدم لكم وصفات وافكار سهلة برشا وفي متناول الجميع. اليوم بقدرة ربي باش نعمل لكم سابلي بالمعجون والشوكولاتة، وصفة اقتصادية وسهلة برشا وتحضروها في وقت قصير. اما كما العادة قبل ما نبداو في الريسيت، يلا معايا لتنظيم اليوم مشاهدة طيبة. اليوم باش ندخلوا مع بعضنا لشامبرا كوشي متاع بنتي. كما تعرفوا تبش الشتاء دخل مع تبش الصيف، شيء ولا على بعضه. دونك قلت ننظم الدريسينج. كما تعرفوا هي ما عندهاش وقت، وانا ديما مغرومه بالتنظيم، نحب ديما هكا الحاجات نلمت كل شيء مع بعضه كما تعودتوا بيا. دونك لمت لي جوكينج مع بعضهم. اول ما بديت نحيت تبش الكل، ومن بعد طويت الطويين المزيان، طويتهم معناها منظمين كيف ما هكا بالصيفة هذية. وبعد خليت الجوكينج مع بعضهم باش الدومي سيزون مع بعضهم. هذوما لي تريكوات هكا الخشين شوية معناها زاده مع بعضهم، طويتهم هكا الطويين كيما تشوفوا، ولمتهم. ونحاول انا مع الالوان ننسق الالوان مع بعضهم، زاده الفاتح مع بعضه والغامق مع بعضه. لي بونطالون شوفوا كيفاش انا نطويه باش بعد كيف يترميو على بعضهم يقعدوا هكا حتى في المنظر هكا مزيانين، يترميو وياخذوا اسباس صغير. تريكوات زاده شوفوا كيفاش انا معناتها نحط اليدين، نلف اليدين ومن بعد نرميهم على اثنين ونرمي الكل على بعضه. دونك ديما هكا يقعدوا منظمين، وتقعد حتى في المنظر في الدريسينج يقعدوا مزيانين. والالوان تبدا الالوان معناها الالوان الفاتحه مع بعضها، الالوان الغامقه مع بعضها. راهو شطر الحياه انا نقول لهم هو النظام. نعرفش انا كيف نحل اي يوم دريسينج بلاكار متاع كوجينه خزانه بتخزين، ديما هكا نحب هكا معناها نغزر الحاجه نلقاها منظمه. وبالطبيعه الحاجات اللي ما عادش تستعملهم ما عادش تلبسهم نصدقوهم نستنفعوا بهم ناس اخرين. هذيك ديما معناها في كل ديبي دو سيزون نهزوا باش عندي جمعيه نمشي نتصدقوا، مش معناتها بالعكس هذه حاجه ضروريه. ونتصدقوا كان الحاجات الباهيه المزيانه الحاجات الجديده باش معناها ربي سبحانه معناها ما نصدقوا كان الحاجات الباهيه. دونك تشوفوا كيفاش الابيض مع بعض. وتبش الشتا خليتهم في ليتاجير الفوقانيين ما نسحقوهمش، وتبش الصيف هبطتهم ليتاجير الوطنيه هاكا الفاتح مع بعض والغامق مع بعضه. كاهو كملنا. بالنسبة للسابلي صبيت 150 جرام زبدة حيوانية، عليها 3 مغارف كبار سكر محور، مغرفة صغيرة سكر فانيليا، وخلطتهم مع بعضهم. ومن بعد صبيت كعبة بيض وخلطت هكا نبدأ نخلط مع بعضه. ومن بعد صبيت 2 مغارف كبار نشا، وما غير عجنين ما نعجنوش برشا. دونك نخلطوا هكا باش نخلطوا جيست المكونات يتجانسوا مع بعضهم. ومن بعد وزنت عندي 300 جرام فرينه باش نصب على الفرينه مغرفه صغيره خميره مرطبات، وباش نصب مغرفه كبيره ماء زهر في الخليط. ومن بعد نصب رشه ملح ما تصورت ليش، رشه ملح. وبعد باش نصب الفرينه والخميره باش نصبها مع الخليط ونخلط الكل حتى لين نشوف كيفاش التكستور نتاعها تولي العجينه محلاها. دونك خليها هكا ترتاح شويه. وبعد باش نشكل كعبات السابلي نتاعي. عندي طبق فيه بابي بيسون باش نعمل كويرات هما معناها جاوني باش يجيو معناها كمية باهية يعني بالنسبة للمكونات. او كالكويرة تبدا متوسطة ماهيش كبيرة برشا وماهيش صغيرة. باش ناخذوا اي حاجة عندكم يما بالبصمة نتاعكم ترميو هكا تعملوا كيل هكا الحفرة، والا عندكم اي هكا حاجة معناتها جوست باش نحطوا البلاصة اللي باش نحطوا فيها المعجون والشوكولاتة بعد ما يطيب.
سابلي. راهي الروسيتي ليا سهلة سهلة ما تتصوروش، صدقني خلطها في حصيله في ربع ساعة بين تخليط وتحضير في الفور. معناها فيسع فيسع العشية الواحد يشرب بها قهوة العشية. أو الكعبة كيفاش تكون محلاها مزيانة. كملت الكعبات الكل، جاو 30 كعبة، وباش نخليهم في الفور على 180 درجة لمدة 25 ما بين 25 30 دقيقة حتى تشوفوهم احمروا ديجا في الفور. انتم تعرفوا عينكم ميزانكم، كل حد والفور متاعو، دونك حسب كل حد الفور متاعو حطوهم هكا حتى يحمروا شوية ما ينضجوش برشا. كاهو بعد ما خرجتهم عندي معجون مشماش وعندي شوية شوكولاتة حليب سريتها في الميكرووند. دونك باش ناخذ المعجون المشماش وباش نصب الشطر الكمية باش نعمل بالمعجون، وشطر الكمية باش نزينها بالشوكولاتة. صدقني الوصفة هذه صيفية وكما تعرفوا مرة ماذا بينا حاجة سهلة واقتصادية ما تكلفش، والصغار يفرحوا بها حتى مع كيس سيترون ولا كيس جو. وبعد زينت كعبة السابلي بشوية سكر محور. انا هكا ما نعرفش، نحب هكا كي رشت السكر هكا تزيد تبنن الكعبة وهكا تبدا هكا بنينة. واختياري اللي ما يحبش يعمل السكر تقعد راي حتى هي بنينة وفاوحة برشا. ويلا جربوا الرسات ورايتو تعجبكم. هذه كانت وصفة اليوم، وفيديو اليوم ان شاء الله كان ممتع وكنت خفيفة الظل عليكم. وكان عجبكم الفيديو ما نوصيكمش باش تعملوا لي جيم اللي هي دعم للقناة والكومنتير المزيان اللي عودتوني به. والى اللقاء مع فيديو جديد وفكرة جديدة.